الله سبحانه وتعالى يقول لنا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. كل شيء بتعمله في الدنيا مكتوب، والأثر المترتب عليه دي حاجة تانية. هتقول كلمة طيبة أو هتعمل عمل صالح، العمل في حد ذاته مكتوب، والأثر المترتب على العمل كمان مكتوب. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في نهاية الآية: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل حاجة بتقولها وبتعملها الله عز وجل أحصاها لك يوم القيامة، مكتوبة وموجودة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل حاجة بتعملها زي الشاشة بالظبط، في منها استنساخ هتشوفه بعينك يوم القيامة. الكلمة اللي بتقولها أو العمل اللي بتعمله هيتكتب. مش بس كده، في حاجة أنت ما بتاخدش بالك منها، الأثر المترتب على العمل مكتوب. وربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن أثر الكلمة ويقول لنا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة بالظبط زي إيه؟ زي البذرة اللي بتحطها في الأرض تزرع بيها شجرة. دي الكلمة اللي انت عملتها خلاص أو قلتها، الكلمة موجودة. طب إيه الأثر المترتب عليها؟ الشجرة بتنمو ويطلع لها فروع، وكل شوية بيطلع للفروع دي ثمرة. الثمرة دي هي الأثر المترتب على العمل، وربنا سبحانه وتعالى بيرزقك أنت بالثمرة دي. يعني إيه الكلام ده؟ تقول لحد كلمة طيبة، يكون مثلا ماشي زعلان ولا متضايق، وتاخده وتطبطب عليه وتهون عليه، يبقى في تعاطف ومشاركة وجدانية له. انت قلت كلمة طيبة اتكتبت في ميزانك، الأثر اللي هيترتب عليها ممكن الراجل ده يروح والله عنده يعني انشراح صدر ونفسه مفتوحة للعمل، فيعمل بجد واجتهاد، فيأتي له رزق في العمل. فده أثر مترتب على الكلمة الطيبة اللي انت قلتها، فأخدت أجر الكلمة والأثر المترتب عليها. قلت لواحد كلمة عن بر الوالدين، كان عنده مشكلة مع أمه، فقعدت كده اتكلمت معاه وقلت له ازاي يتعامل معاها واتقي الله، ويعني هي بابك للجنة، وقلت له كلمتين في البر. الكلام اللي انت قلته طيب واتكتب في ميزان حسناتك، الأثر المترتب عليه ده رزقك بقى. ممكن الراجل ده يروح يتكلم مع أمه ويبوس رجليها، والأم دي ترضى عن الابن وتطبطب عليه وتدعي له. الدعوة دي والفرحة والسرور اللي دخلته على قلب الأم برجوع ابنها ليها، ده أثر مترتب على الكلمة. يبقى الكلمة الطيبة غرس، والأثر المترتب عليها فرع وثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وانت ورزقك بقى، كل ما يكون رزقك أوسع، كل ما الكلمة الطيبة اللي انت بتقولها تكون ثمرتها أكبر، ويكون ميزانك انت أعلى. كم مرة قلت لحد كلمة وكانت في ميزان حسناتك غيرت حياتك؟ على فكرة أنا من الحاجات اللي بحبها جدا إن حد يقابلني ويقول لي أنت غيرتي حياتي بكلمة. أنا قلت الكلمة ونسيتها وما بقتش عارفة أنا قلت إيه، والدنيا لهيانة. يقابلني ويقول لي والله أنت يعني كنت في مرة في محاضرة وقلت لي كذا، ببقى ناسية أنا قلت إيه أو عملت إيه. ولكن أحيانا كتير كلمات في ميزان العبد يقولها وينساها، لكن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. خد بالك، أثر الكلمة له يعني فضل كبير. وعلى فكرة العكس صحيح، الكلمة الخبيثة لها نفس الأثر والعياذ بالله. تقابلي واحدة فتقول لها أنت مالك كده خاسة ولا تخنتي ولا شكلك، وتصيبي عندها مقتل. كلنا على فكرة عندنا يعني بعض نقاط الضعف كده اللي محدش يعرفها. نقطة ضعف عند حد أنت مش عارف، فتلمسها وأنت مش واخد بالك، فتبقى عنده كارثة، أنت أصبت نفسيته في مقتل. يروح نفسيته تعبانة، يعمل حاجة غلط ولا يعمل ذنب ولا يعمل كذا، الكلمة قلتها مكتوبة، والأثر المترتب عليها كمان في ميزانك. فخد بالك لأن أثر الكلمة كبير.